مع دلوقتي انا كنت قاعده بذاكر، فهقول لكم برضو على طريقه مذاكره بتفرق معايا جدا وبتخليه دايما ما بنساش الشرح. قدامي مثلا انا هشرح لكم الجزء ده وانتوا بعد كده طبقوه على اي جزء في اي درس وهتحفظوا الدرس باذن الله. عوامل تدهور الاراضي الزراعيه بالوطن العربي. بصوا ان انتوا تشرحوا لنفسكم باللغه العاميه، مثلا زي ما انتوا شايفين كده، مثلا قال لي عوامل تدهور الاراضي الزراعيه بالوطن العربي، فقلت له انا بقى اتكلمت باللغه العاميه عشان افتكر انا في عده عوامل ادت لتدهور الاراضي الزراعيه بالوطن العربي، في عوامل ادت لان الاراضي الزراعيه بتتدهور وبتتناقص. تمام. رقم اتنين، كل جزئيه في السؤال انا بشرحها لنفسي. مثلا رقم واحد قال لي ايه؟ الزحف العمراني على الاراضي الزراعيه نتيجه لزياده عدد السكان. فانا كتبت ايه شرحا للحته دي؟ العمراني على الاراضي الزراعيه بسبب زياده عدد السكان واحتياجهم للبيوت، بسبب انه السكان عددهم عمال يزيد، هم محتاجين بيوت، فبي ايه بيعملوا زحف عمراني على الاراضي الزراعيه. ذاكر الدرس تاني مره تانية، او اجي احل سؤال وافتكر اللي مثلا رقم واحد او رقم اتنين من دول، هفتكر الشرح اللي انا ايه شرحته لنفسي. فالطريقه دي يعني كويسه جدا. يعني مثلا بصوا شايفين اهو، حولت ال6 نقط دي ده في الكتاب باللغة العربية. تمام. بصوا بقى انا كتبتها هنا باللغة العامية عشان اقدر افهمها كويس ومنساش بقى النقط اهو.